السلام عليكم. فيديو النهاردة مختلف عن أي فيديو خضار سوتيه شفتيه قبل كده. ميني بيتزا خضار سوتيه. لو أول مرة تسمعي الاسم ده، الفيديو ده أكيد هيعجبك. وجبة غدا أو عشاء وطعمها روعة وصحية جدا. وقبل ما نبدأ الفيديو كده، متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة حلوين، وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ونسمي بسم الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. أول حاجة نحضرها الفراخ بتاعتنا اللي هنحطها على الخضار بتاعنا عشان نعملها ميني بيتزا. هنجيب ربع صدر فرخة صغير وهنغسله ونقطعه مكعبات ونصفيه. وبعد كده ننزل بيه في المقلاية بتاعتنا بمعلقة زيت زيتون واحدة. وبعد كده ننزل عليها الفراخ تاخد صدمة. وبعد كده ننزل بالتوابل معلقة زعتر صغيرة ورشة ملح وفلفل أسود وكمون وشطة وبابريكا. وبعد كده نقلب التوابل مع بعض كده تاخد تشويحة مع بعض. وبعد كده ننزل عليها بنص كوباية مية ونسيبها تغلي مع بعضها كده. هتستوي بسرعة لأن الصدر طبعا أنا بقول صغير عشان ما ياخدش معانا وقت في السوا. وهنسيبها مع بعض تشرب وبعد كده نشيلها من على النار على طول، واسيبها جنبي تبرد كده لغاية ما ابدأ اجهز الخضار بتاعي النهاردة. وطبعا الطريقة دي سهلة جدا وسريعة، ودي اسهل طريقة تتبلي فيها فراخ. بعد كده نبدأ نجهز الخضار بتاعنا. هنجيب بطاطستين متوسطين واربع جزرات وربع كيلو من الكوسة الحبات بتاعة الكوسة يعني عامة الصغيرة اللي عندي. لو عندك كبيرة طبعا هتقللي العدد بتاعك، ممكن تعملي 3 أو 4 لو حجمها كبير. لو حجمها صغير هتعملي مثلا 9 10 زي ما انت شايفة كده. هبتدي بقى أقشر البطاطس بتاعتي، وهبتدي برضو أقشر الكوسة والجزر واجهزهم عشان ابتدي ابشرهم. وطبعا جبت القشارة عشان اعمل بيها الكوسة، وطبعا زي كل مرة ما بعرفش استخدمها كويس. لو انتوا بتعرفوا تستخدموها قوليلي بتعملوها ازاي. واللي تعرف تستخدمها براحتها. انا استخدمت السكينة بالنسبة لي اسرع وانجزت معايا. وهبتدي بقى اقشر كل الكوسة. وهنا بقى افتكرت لازم البس الجلافز بتاعي عشان لو ما لبستوش ايديا بتبدأ تنشف كده من الكوسة طبعا اي حد بيستخدمها بتلاقيها بتنشف الايد من جوه كده وتخليها ايه خشنة شوية. فافتكرت طبعا رحت لابساها، بتتفاعل مع الجلد كده، وعشان تحافظي على ايديك يعني ما تبقيش بتطبخي وتتبهدلي كده. وخلصت بقى كل كمية الكوسة وبعد كده قشرت الجزر بتاعي وجهزته. تبتدي تشيلي الطروف من فوق ومن تحت كده، وتشيلي القشر اللي عليه من بره. وهبتدي اجمعهم في طبق كده واغسلهم كويس. وهبتدي بعد كده اجيب المبشرة بتاعتي وابشرهم. عايزة اقول لكم الوصفة دي جميلة جدا وطعمها مختلف وجديدة. ولو انتي طبعا زهقانة من الخضار السوتيه صدقيني هتعجبك جدا. واي حد عامل دايت يعني هتبقى بالنسبة له جديدة. بس هبتدي بقى ابشرهم على المبشرة. عندك الخلاط بتاعك فيه مبشرة ممكن تركبيها يعني في الكبة وتشغليها براحتك تبع الحاجة الموجودة عندك. أنا عملتها بالمبشرة النهاردة عشان أي حد يقدر يعملها. وأخلص الكمية كلها. ومستنية طبعا أقرأ كل تعليقاتكم وآرائكم على وصفة النهاردة. واللي جربها كده يكتب لي برضو عجبته والطريقة برضو أول مرة يشوفها ولا إيه. أنا عن نفسي أول مرة يعني أجربها مع نفسي وعجبتني، فقلت لازم أشاركها معاكم عشان أقدر أي حد يستفيد منها. وعارفة برضو لازم الواحد يغير الروتين شوية، فقلت برضو أشاركها اخواتي وحبايبي برضو يشوفوها، واللي يقدر يتعلم منها حاجة برضو يعملها عجبته ويقدر ينفذها. واللي عنده أفكار برضو ممكن يشاركها معانا في الكومنتات ونتعلم من بعضينا كده. وبعد كده بعد ما خلصت الكمية بتاعتي حطيتها بقى في المصفى كده فوق بولة كده، وصفيت كل السوائل على قد ما نقدر ننزل السوائل منها زي ما انت شايفة كده. ونبتدي بقى نجيب الصينية بتاعتنا وننزل بالمقدار كله. وهنبتدي بقى ايه نقلب كل المقدار مع بعضه كده، البطاطس كده تتدخل مع الكوسة مع الجزر، ما يبقاش كل حاجة لوحدها. عشان يعني طعمها يبقى مظبوط اما نيجي نسويها، يعني يبقى كله واصل له سوا مظبوط. وبعد كده هجيب 3 بيضات. هبدأ انزل بال3 بيضات على الخضار بتاعي. ما تقلقيش عشان ده اللي نقدر نشكل بيه ونعمل منه الميني بيتزا. وبعد كده هبدأ أنزل برشة فلفل أسود طبعا عشان زفارة البيض، دي مهمة جدا. والمكون الأساسي اللي هيودي طعم الخضار بتاعنا في حتة تانية كيس فيجيتار حار. اللي ما بيحبش الحار بقى يجيب بارد عادي، لكن الحار طبعا بيوديها في طعم تاني كده، طعم حلو
spicy كده، فبيزود لها يعني طعم حلو الخضار بتاعنا ويخفف لك طبعا تاكليه. وبعد كده هنزل ببولة صغيرة خالص جبن ميكس كده، بحيث برضو تخلي الخضار بتاعنا يتمسك مع بعضه وما يسيبش بعضه بعد ما يستوي يعني، يبقى عامل شبه الميني بيتزا بالظبط. وبيديلها حدقية صغيرة كده، يعني يبقى فيه مزازة شوية. فطبعا بيخلي طعمه حلو أحسن ما تاخدي الخضار كده مثلا. وطبعا مش هتحطي توابل تانية، لأن الفيجيتار فيه توابل حلوة يعني، مش محتاجة تزودي ولا ملح ولا أي حاجة. وطبعا الجبنة اللي احنا حطيناها ظابطة كمان الملح. وبعد كده قلبتهم مع بعض، سبتهم شوية تجانسوا كده 10 دقايق. بعد كده بدأت بقى ايه أعملها زي كور كده، عشان أبتدي أسويها على النار بقى زي ما انتوا شايفين كده. وسبتها على جنب ثواني عقبال ما الطاسة بتاعتنا سخنت، ونزلت كده برشة زيت، عندك زيت زيتون عندك زيت نباتي براحتك طبعا بقى. رشة خفيفة كده بحيث تنزلي بيها كور الخضار اللي احنا عاملينها. وتبدأي بعد ما تسيبيها ثواني كده على النار، تبدأي تجيبي بقى ايه الاسباتيولا بتاعتك، وتبدأي تضغطي عليها ضغطة كده تفرديها، وبشويش كده طبعا. وتسيبيها بقى شوية تقعد 5 دقايق كده بس على نار هادية طبعا، مش نار عالية، عشان تستوي وفي نفس الوقت تاخد لون حلو من تحت ما تتحرقش يعني. زي ما انت شايفة كده، اما تحسي ان هي اتمسكت من تحت واخدت لون حلو، ابتدي اقلبيها على الناحية التانية. وانتي بتقلبيها برضو بشويش يعني مش جامد، عشان يعني تقدر تتمسك البيض والجبنة والحاجات دي تمسك الخضار كويس. وطبعا هنقلبها على الناحية التانية، وهنبتدي بقى نجيب الحشوة اللي احنا عملناها من شوية الفراخ بتاعتنا، ونحطها على الوش كده. ده اللي هيدينا طبعا شكل الميني بيتزا، وطعم حلو جدا وقيمة غذائية برضو، بتكمل الخضار ببروتين يعني، وطعمها حلو جدا. وطبعا اختياري بقى انا حطيت شريحة زيتون واحدة بس، عشان عايزاها تبقى يعني زي الميني بيتزا بالظبط، لكن ما كترتش، هي قطعة واحدة بس. عايزة تحطي اكتر من كده براحتك. انا زي في زودت فيه عشان لو حد اكل معايا مثلا مش هعمل دايت فمش هخسبه على حاجة. لكن انا مثلا بحط لنفسي شريحة واحدة. وبعد كده نزلت برشة موتزاريلا تانية او جبن ميكس تبع الموجود عندك، وتغطيها بغطا محكم كده، وتوطي عليها ثواني لغاية ما الجبنة بس تسيح كده من على الوش وتمسك الفراخ كويس. وكده خلاص، بس ما تعليش النار. وبعد كده شلتها زي ما انت شايفه كده، شكلها تحفة وجميلة ومشهية جدا وريحتها حلوة قوي، يعني بتبقى قلب البيت كأنك عاملة معجنات وكده. وعايزة اقول لكم كمان ممكن الوصفة دي تشيروها لأي حد عامل دايت بقاله فترة وحاسين اللي هو جاله اكتئاب يا عيني من كتر وجبات الدايت، اللي هو حارم نفسه من حاجات كتير. عايزة اقول لكم الدايت ما فيهوش حرمان، يعني ممكن ناكل اللي احنا عايزينه برضو ب... بكميات يعني نقللها بس زي ما انتم شايفين كده الوصفات، في وصفات حلوة جدا. فشيروها بقى الوصفة دي لأي حد مكتئب كده وحاسس هو إن الدنيا لسه بخير يعني، ولسه فيها أكل حلو برضو، أكل صحي وحلو. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله المطة بتاعت الجبنة والفراخ بتتخطف من ايدي كده من طعمها اللذيذ. والأكلة دي طبعا لازم تتاكل وهي سخنة، طبعا هي طعمها أحلى وهي سخنة. بيبقى فيها قرمشة كده، الخضار مقرمش كده من تحت، والجبن طبعا سايحة كده وبتدي طعم حلو مع الفراخ. اللي عايز ياكلها باردة براحته، بس هي وهي سخنة بتبقى ألذ يعني. حتى لو فاض منكم كمية ممكن تحطوها في الجريل كده وتسخنوها قبل التقديم. وجبة طبعا سهلة جدا وجديدة وحلوة وصحية. وكده الفيديو بتاعنا خلص يا حلوين، متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش الوجبات والوصفات الجديدة. ان شاء الله في وصفات جامدة جدا وقوية لرمضان بإذن الله، ووصفات صحية تحفة جدا. وبكده فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.